خش الفيديو كده، سمي الله واذكر الله وصلى على الرسول، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعالي بقى اما نشوف التحليه القمر اللي على البارد ديت عملناها ازاي. حاجه كده سهله وبسيطه، مكوناتها موجوده في كل بيت عندك. يعني انت لو فتحت كده دخلت مطبخك كده وجبت كوبايه من كل حاجه، هتلاقي كل حاجه موجوده عندك ومتوفره الحمد لله. الحاجات دي موجوده عندنا كده على طول. خشي بقى المطبخ بقى كده وقومي بقى كده الشجاع واعملي التحليه اللي على السريع ديت. ولو ما تنسيناش بقى باللايك، لو الفكره عجبتك ما تنسيناش بقى باللايك والاشتراك في القناه. لو اول مره بتشوفينا احنا بنعمل وصفات سهله وبسيطه. يلا بقى نخش عشان نبدا الفيديو. ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد فيديو جديد. النهارده بقى الفيديو بتاعنا مختلف بقى، هنعمل تحليه كده على السريع، ما فيش بقى جنبها اي حاجه، بس انا كده حبيت اعملها وجربتها كانت حلوه قوي معايا، وحبيت اوريها لكم برده. حطيت بقى كده شويه زيت ونص معلقه زبده كده اهي. هنزل بقى كده ايه معايا بقى كوبايه او كوبايتين شعريه، الكميه بقى اللي انت تحبيها طبعا. كان معايا بقى كده ايه معايا دوت العيار دوت تقريبا يعني الاتنين من دول بيعملوا ربع كيلو، فدول طبعا ايه اقل من ربع كيلو. شوفهم كده يعملوا معانا كميه حلوه قوي دلوقتي. على النار بقى كده ايدك في الشعريه، الشعريه احنا عارفين ان هي بتتحمر على طول. هنا بقى خلاص الشعريه بتاعتي كانت اتحمرت اهيت. بصي خليها تاخد اللون الذهبي كده، يعني ايه ما تحرقهاش، يعني اللون الجلد الحلو كده معاكي. تاخد يا دوبك بس زي ما قلت لك اللون الجلد كده، ما تخليهاش تتحرق خالص وياكي. خلاص كده خدت اللون الحلو اهو، اللون الذهبي معايا اهو. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. معلقه سكر، معلقه سكر اهي، يعني بصي اهي معلقه ونص، مش هحط اكتر من كده. خلاص حطيت بقى السكر. ايدينا برضو كده ايه في التقليب المستمر كده على طول. خلي ايدك كده في التقليب علشان بس ايه الحاجه ما تتحرقش معاكي وتبقى حلوه. خلاص بقى خلص التقليب والسكر بتاعنا هو اللي دوبناه معاها برضو. يلا هنزل بقى بكوبايه ميه عليها. هنا بقى خلاص نزلت كده ايه بكوبايه وربع ميه، نزلت عليها اهو بكوبايه وربع ميه عليها اهو. طبعا انا كنت بس مغطيه هنا على السمك بقى، كنت بقى السمك كده وانا واقفه. طبعا احنا مش هندخل المطبخ كده ونفضل واقفين ساكتين. انا قلت بقى على ما السمك يتقلي ويايا اكون انا عملت ايه حبه التحليه اللي هنعملها سوا دي. خلاص بقى اغطي عليها اهوت واسيبها علشان انا قلت لك انا عايزاها تبرد. تعالي بقى نشوف هنعمل لها ايه تاني. هنا بقى حبيت اوريكي بس ان انا اما كل ما بطلع دور سمك بعصر كده عليه ليمونه وهو سخن كده علشان ايه يشرب منها. وبنزل بقى عليه كده ايه شويه بقى بشويه كده من الدقه برضو اللي موجوده وياه. تنزلي بقى كده بيها وهي سخنه كده تشرب من الدقه بقى اللي معاكي كده، والتتبيله وعصره الليمونه دي بتبقى حلوه قوي برضو. وكده كانت الشعريه اهي كانت غلت. حاجه بقى انا عايزاكي تركزي في الوصفه اللي ويايا دي. الشعريه خلاص اهي. بصي اديتها بقى تقليبه وهوطي عليها خالص واسيبها بقى واركنها خالص لحد ما تبرد. هركنها لحد ما تبرد وتعالي نكمل. بصي وطيت عليها برضو تكمل سواها، وهركنها بقى لحد ما تبرد وتعالي نشوف هنعمل لها ايه تاني. انه بقى خلاص سبت بقى الشعريه بتاعتي تبرد عشان قلت لك انا عايزاها بارده. تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه تاني. هنزل بقى هنا ايه بكوبايتين لبن، ده واحد. كده بقى ايه كوبايتين لبن اهمت، وهنزل معاهم كمان ايه بكوبايه ميه. دي ميه بس مكان اللبن، يعني ايه مش هي دي كوبايه ميه، كوبايتين لبن وكوبايه ميه. عايزه تعمليها بلبن خالص اعمليها بلبن. احط لها بقى كده ايه 5 معالق نشا. الحاجه دي بقى تحطها كده وتقلبيها على البارد الاول، بعدين تحطها على النار.
والنشا برضك يعني لحد ايه ما تاخد وياك كده. حطيت بقى 3 معالق 5 معالق نشا اهمت. برضو كده لو محتاجه نشا معاكي حطلها. ادوبهم بقى والسكر طبعا احنا عارفين ان السكر يعني حسب الرغبه زي ما بتحبي تحطي. ده 1 2 3 4. حطيت برضو كده ايه 5 معالق سكر. لو انت حابه تحط اكتر السكر ده براحتك انت زي ما انت عايزه السكر حطي كده. انا حطيت ايه 5 سكر وحطيت 5 نشا وهحط طبعا فانيليا بس في الاخر. واسيبها بقى على النار لحد ما تغلى والقوام اللي وياه يتقل. قلبي حلو بقى كده علشان النشا ما تكلكعش معاكي. لو عندك كسر بقى وحطيتي عادي برضو بس يعني زي ما انت عاوزه. عندك كسر المتاح عندك وموجود حطيه. خلاص كده بقى حطيت النشا وحطيت السكر وحطيت اللبن ومعاهم كوبايتين لبن ومعاهم كوبايه ميه. معايا برضو 2 باكيت فانيليا اهمت بس مش هحطهم دلوقتي هخليهم بقى ايه للاخر. خلاص بقى هنا كده كان القوام معايا تقل اهوت. لو احتاجت معاكي سكر حطي. لو احتاجت معاكي لبن او نشا ضيفي لها برضو وهي شغاله على النار عادي مش هيجرى اي حاجه خالص. انا حطيت لها بس معلقه سكر كمان يعني اللي انا ضفته لها معلقه سكر. لو احتاجت معاكي نشا دوبي بقى النشا في الميه وروحي ضيفاه عليها ومديها تقليبه هتمسك معاكي برضو على طول. خلاص بقى كده القوام اهو تقل وغليت. هشيلها بقى على النار وهسيبها برضو لحد ما تبرد ونشوف هنعمل ايه تاني. خلاص بقى هنا كنت هغرف بقى اهوت كل. هحط بقى كده ايه في ارضيه الكاسات كلها اللي وياكي بقى. عايزه تحطها في اطباق بقى في بولات اي حاجه انت تحبها طبعا متوفره عندك برضك. جربيها مفيش اسهل منها خالص وكل حاجه موجوده عندك في البيت اهيت. هنزل بقى بطبقه معايا اهيت من الكريمه اللي عملناها في كل بوله بقى كده. الاول كده ايه كمان بطبقه. خلاص كده نرجع برضو نكمل تاني. احط برضو ايه طبقه من الشعريه. هظبط بقى البولات بتاعتي كده كلها وارجع لكم. شايفه بقى انا كده ايه عملتها هي الطبقات كده. طبق دولا كده 3 طبقات. لسه هحط الطبقه الرابعه برضو كلها عملتها كده اهي. وارجع برضو ايه اكمل. يلا اظبط بقى الكاسات اللي معايا كلها وارجع لكم تاني. كده بقى كنت خلاص خلصت. شايفه بقى كده عملته يعني ايه 4 طبقات. طبقه شعريه طبقه كريمه وطبقه شعريه وطبقه كريمه. اهو تزيني بقى باي حاجه عندك بقى او اي حاجه انت حابه تزيني بها. ما انتش حابه تحطي عليه حاجه خلاص ما تحطيش. هو كفايه او عليه كده برضو. دي حاجه بقى كده على السريع كده كل حاجه موجوده عندك في البيت. قومي كده خشي مطبخك هتلاقي كل حاجه موجوده عندك. ومش عايزاكي بقى تقولي بقى ايه قمت اخش المطبخ ما لقيتش غير الكوبايه. كوبايه من كل حاجه اهي. كوبايه شعريه وكوبايه لبن كلها حاجات سهله خالص وموجوده في البيت عندنا. وعملت بقى ايه احلى تحليات على المشي كده من غير كلفه خالص.
شوات بقى سوداني بقى كده بقى، لو عندك محمص بقى كده بيبقى حلو قوي، بيخلي ريحه حلوه قوي للحاجات ديت. خصوصا اما السوداني يكون محمص، يعني ما تجيبوهوش بيبقى جاي كده من اللي هو الابيض ده، مبيبقاش محمص كده، مبيبقاش ليه ريحه خالص على الحلويات. انا بصراحه بحب اجيبه محمص، واحتفظ بقى بيه كده في كيسه، بتفضل ريحته بقى ايه موجوده معاك على طول، وطعمه كده في الاكل بيبقى حلو قوي. بصراحة بقى النور كان قاطع، كنت واقفة جهادي كده عشان النور بقى كان قاطع وكده، فهو تقريبا لسه جاي اهوت. الحمد لله يعني ان النور لحق يجي، نلحق بقى نحطها ايه تسقع في التلاجة قبل ما الجو قبل ما يرجع يقطع علينا تاني. ولو عجبكم الفيديو بقى ووصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسونيش بقى بالشير والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفونا. ما تنسوناش بقى تعملوا لنا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.